اللهم إني أصبحت أشهدك أشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك إنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبحت بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم خرجني من الحول وقوتي إلى حولك وقوتك يا ذي القوة المتين. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو بالصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنعمل غدا روتين يوم الخميس. هنعمل البطتين الجمال اللي انتم شايفينهم. ده بط يعني مربياه في البيت، بط بلدي ما شاء الله عليه زي ما انتم شايفين كده. ذبحتهم ونضفتهم كويس قوي وغسلتهم غسله كويسه، نقعتهم في خل وملح وميه ودقيق وسكر. مش بيخلي له ريحه زفاره خالص خالص. يعني المحلول ده تعمليه تنقعي بيه الفراخ البط، ما يخليلكيش اي ريحه زفاره للحاجه لما تيجي تاكليها. تمام كده. نزلت بيهم في حله سخنه، ميه سخنه على النار كده. او تنزلي بالبط والميه تكون بارده، الميه تكون سخنه وتنزلي بالبط على طول. تمام. نزلت ب2 قوطه، 2 بندوره، 2 طماطم، يعني هي ليها مسميات كتير. نزلت ببصلايه، نزلت بمعلقه فلفل اسمر. تمام كده يا بنات زي ما انتم شايفين. كل بقى البهارات اللي عندك يعني اللي بتشتغلي بيها اشتغلي بيها. خلاص كده اهو زي ما انتم شايفين ما شاء الله. هغطي عليهم وهسيبهم. هنا بقى هنعمل التسبيكه بتاعه المحشي. معايا بصل متقطع يعني كده، بصليتين كبار كده متقطعين قطع يعني وسط، لا هي صغيره ولا هي كبيره. تمام كده ما شاء الله. حطيتهم على النار، قلبت فيهم شويه وبعدين غسلت القوطه وخلطتها في الخلاط بالشكل ده، وهنزل بيها على البصل اهو كده. بس يا دوب البصله تنزل الميه اللي بتكون فيها وتدبل كده، يعني يا دوب كده لونها ايه يصفر. نزلت عليها بالقوطه. تمام كده يا بنات. نزلت بمعلقه بابريكا لمعلقه بهارات، 7 بهارات. ونزلت بمعلقه من الفلفل الاسمر. نزلت كمان معلقه صغيره كمون على كزبره، معلقه صغيره من الجنزبيل. يعني كل الحاجات دي بتخلي لك التسبيكه بتاعه المحشي روعه كده. تمام كده. كمان نزلت بمعلقه صغيره من بهارات المحشي جايباها من ماي واي، برضو بتخلي المحشي بتاعي حاجه يعني رائعه جميله قوي. تمام كده. هنا بقى بوريكم الفلفل غسلته وقورته، والبتنجان كمان قطفت الملوخيه وغسلتها ما شاء الله. يعني جهزت الخضار كله، نضفته كده وغسلته وجهزته جنبي عشان اشتغل فيه على طول ما شاء الله. طبعا التسبيكه هي زي ما انتم شايفينها بتستوي معايا. عايزه اقولك تستني على التسبيكه لغايه لما تستوي كويس قوي، ما تستعجليش عليها علشان خاطر طعم المحشي بتاعك يكون كده مسبك ويكون طعمه جميل ولذيذ. تمام كده. نعرف ازاي يا امي منى ان التسبيكه استوت بالظبط بالشكل ده؟ لما توصل معاكي للدرجه اللي انتم شايفينها دي، يعني الماده الدهنيه تظهر كده على سطح التسبيكه، بكده بتكون هي خلاص استوت. تمام كده ما شاء الله. هناخد معلقتين من التسبيكه، مش هقولك دلوقتي هعمل بيهم ايه، هقولك بعدين، خليكي معايا. طبعا الرز انا غسلاه ومصفياه كويس قوي من الميه، مهم جدا تصفوا الرز من الميه كويس قوي. نزلت بيه على التسبيكه. تمام كده. نزلت معلقه من الملح، كنت نسيت انزل بيها على الصلصه، فالحمد لله اني افتكرت ونزلت بيها على طول مباشره على الرز وبقلب. كل ده والنار شغاله، هنفضل نقلب نقلب كده يعني لمدة 3 دقايق كده لغاية لما الرز يتشرب من التسبيكة كويس قوي، وبعدين هنشيله. اوعي تنزلي بالخضرة والرز بتاعك يكون على النار. تمام كده. هنا زي ما انتم شايفين باخد من الرز وانزل بيه كده في الحلة واحط عليه الخضرة واقلب كده بالشكل ده. تمام كده. نقلب بالطريقه دي لغايه لما نخلص كل كميه الرز والخضره. وما شاء الله كانت ريحه التسبيكه ماليه الدنيا كلها. ليه؟ لان هي مسبكه كويس وحطت لها كميه من البهارات، يعني كميه محترمه كده وحاجات حلوه حطيناها، فظهرت معايا ريحه التسبيكه وخلت التسبيكه ماليه الدنيا كلها. طبعا اول ما نزلت بالخضره، الخضره طبعا ريحتها ظهرت كده مع الرز مع التسبيكه ما شاء الله. ريحه المحشي يعني كانت مفحفحه كده في البيت، وكانت يعني ماليه الدنيا كلها. مسكت طبعا الفلفل اللي انا مقوراه كده وبحشيه. هنسيب قد عقله من الصابع. تمام. مش هنعبي الصابع كله لان الرز لسه هيستوي وهيزيد وهيتملي معايا، فما ينفعش نعبيه نكبس كده ونحطه ونكبس، مش هيستوي معاكي. هتبص تلاقيه يعني لما تيجي تاكليها تلاقيه من جوه ما استواش خالص. فهتسيبي عقله كده من صباع قد العقله، يعني عقله الصباع. تمام. نفس الطريقه في البتنجان، هنسيب قد العقله من الصابع.
تمام كده. بكبس بقى كده كويس، بستعين بالمعلقه دي وبنزل الرز كويس معايا عشان عامله صابع البتنجان كله كده يا بنات زي ما انتم شايفين اهو. حشيت بقى المحشي كله وخلصته اللي هو الفلفل. دلوقتي بحشي في البتنجان. ما تنسوش بقى تحطوا له اللايك الجميل بتاعكم اللي هو بيساعدني وبيرفع الفيديو وبيخلوا ناس كتير قوي تشوفه. تمام كده يا بنات، لو انت جديده يسعدني ويشرفني انضمامك واشتراكك في عيله امي منا. ان شاء الله هتكبر بيكم يا جماعه باذن الله كده. املي ومنايا ان انا اوصل ل100,000 ألف مشترك، وان شاء الله يعني انتوا باذن الله هتوصلوني. هنا بقى البط كان عايش حياته ما شاء الله عليه، والمرق بتاعه روعة. شايفين قد ايه المرقة جميلة ونظيفة. ليه؟ لان انا يعني نضفت البط بتاعي كويس قوي، كمان عملت له محلول نقع كويس قوي. في ناس كتير بتخاف يا بنات ان هي تنضف البط، بتقول ما بينضفش معايا بسهولة وبيتعبني. طبعا بيندبح في الرياشه بس مش بينضف كويس قوي، فلازم تدوري عليه وتنضفيه كويس. بمعنى ان انت الاول تشيلي الريش، بعدين تجيبي بقى الرده. عارفين الرده انتوا؟ او النخال اللي بيطلع من الدقيق، تدعكي بيه البط كله، هيشيلك كل الشعر الصغير. تمام، ان انت صعب ان انت تشيليه بايديكي. بعدين يا بنات هنحطه كده على النار. في شعر برضو بيصعب عليك ان انت تشيليه بايديكي، النار هتشيلهولك على طول. تمام كده، وبيكون معاك البط ما شاء الله شمعة منورة. انا عامله فيديو بتنظيف البط، هحطلك اللينك يا ست الكل في صندوق الوصف، وادخلي عليه وشوفي طريقتي في تنظيف البط ازاي. والله بكل سهوله، ما بتعبش خالص، بينضف معايا على طول. بعد بقى ما خلصت محشي الفلفل، حطيت عليه الشوربه وشغلت عليه النار، وعلى النار عايش حياته ما شاء الله. انا البط بتاعي كان استوى، هنشيله كده من الشوربه. ودلوقتي استني بقى معايا، خليكي شوفي هحمره وهنحصل على اللون الجميل ده ازاي. شوفي هنعمل له ايه تركات بقى ام منى، خدي بالك منها واعمليها ما شاء الله. بيكون طعم البط يعني لذيذ قوي، والاولاد بيحبوه، وبيبقى يعني حاجه كده يعني العينين بتاكل قبل البق. فتهتمي بالاكل بتاعك يعني يكون شياكه ويكون كمان ريحه وطعم. هنا بقى انا بوريكي تعرفي ازاي ان البط بتاعك استوى. هتشدي القنصه كده هتتقطع معاكي كده، البط بتاعك استوى يا ست الكل. انا بوريكي التركيه دي عشان تعرفي ازاي ان البط استوى ما شاء الله. وكده بتحافظي على شكل البط وما شاء الله عليه. فاكرين انتوا معلقتين الصلصه اللي احنا طلعناهم؟ دلوقتي بقى جه وقتهم، هنندعك بيهم البط كده بالفرشه. هدهن البط كله بالصلصه اللي انا طلعتها من التسبيكه، بتديله لون. لما بيجي احمره ممكن تدخليه الفرن برضو بياخد لون معاكي، وبيبقى طعمه جميل وشكله جميل، ويبقى احمر كده يفتح النفس ما شاء الله. يعني يا اما تدخليه الفرن وتشغلي عليه الشوايه، ما تشغليش من تحت، شغلي الشوايه بس. يا اما يا ست الكل تحمريه كده، تجيبي صينيه كبيره او طاسه كبيره وتحطي فيها البط، معلقتين بقى سمنه بلدي كده او اي نوع سمنه، عليهم معلقتين من الزيت عشان الزيت هيديله لون والسمنه هتطعمه، وتحمريهم فيه ما شاء الله. كده دهنت البط بتاعي كله. هنا بقى كنت حشيت البتنجان وخلصته، هنزل عليه بالشوربه. هنا بقى كان خلاص المحشي عايش حياته، يعني قرب يدخل كده على سوا، هطفي عليه. هنا بوريهولك، حط بقى اللايك لاجمل محشي هتاكلوه النهارده. هشغل بقى على البتنجان كده وكله كده بيستوي مع بعضه وما شاء الله. انجزي كده عشان خاطر تخلصي اكلك كله على الوقت يعني كده، وتكوني ست بيت شاطره، وكل يتكلم عنك ويحكي عنك ويقول ان انت شاطره كده ومجتهده، محدش يقول عليك ان انت كسلانه. تمام كده يا بنات؟ الكلام طبعا ده البنات اللي هم لسه داخلين المطبخ بيتعلموا، البنات اللي هم سنه اولى مطبخ. جبت صينيه كبيره، حطيت عليها معلقتين من السمنه على معلقتين من الزيت زي ما قلت لكم كده، وبحمر البط بتاعي. هنا بقى تحمريه يعني تحصلي على اللون اللي انت عايزاه. المحشي عايش حياته ما شاء الله. هنعمل بقى اجمل ملوخيه. طبعا انا خرطت الملوخيه، هنا بقى هعمل لها الطشه بتاعتها التقليه. تمام كده يا بنات اهو. يعني في ناس بتقول طشه، ناس بتقول تقليه، كل مكان بقى له المسمى بتاعه. حطيت معلقه من التوم على الشوربه، وضروري تحط المعلقه من التوم على الشوربه. في ناس بتحطها على الملوخيه، لا مش هتستوي معاكي. تحط معلقه التوم على الشوربه وتستني عليها مده 10 دقايق، بعدين تنزلي بالملوخيه بالشكل اللي انتم شايفينه ده، بتدي طعم خطير يا بنات اهو زي ما انتم شايفين كده. تمام كده. طبعا الملوخيه يعني فوره والتانية كده وتشيليها على طول، اوعي تغطي عليها، انت لو غطيتي عليها هتسقط منك. الملوخيه ما تتغطاش عليها وما تفورش كتير على النار. تمام كده يا ست الكل. بناتي سنه اولى مطبخ خدوا بالكم.
هنا بعمل الطشه للملوخيه، معلقه من الثوم مهروس عليها معلقه سمنه، وافضل اقلب فيهم كده لغايه لما لونهم كده يبقى لون ذهبي كده احمر فاتح، وبننزل بيهم على الملوخيه. شايفين بقى المحشي يا سيدي يا سيدي على اجمل محشي. انا بوريك المحشي بتاعي بعد ما استوى وطفيت عليه النار. كمان خلاص كده كنت نزلت بالتقلية على الملوخية وطفينا برضو عليها، ما شاء الله ريحتها معبية الدنيا كلها. اجمل ملوخية دي ولا ايه؟ هدوق بقى كده، اظبط الحياء بتاعها مظبوطة ما شاء الله، الحياء بتاعها يعني مظبوط على الشعراية كده 100%. هنا بوريك بتنجان محشي تمام، لا صابع معجن كده ولا الرز معجن ولا اي حاجة، مستوي جميل جدا. كمان حمرت البط بتاعي في الطاسة كده ما شاء الله، شايفين يا بنات اخد اللون بقى الجميل، شايفين يعني حاجة جميلة جدا جدا كده. والاكل بتاعنا كده بيكون خلص، هنغرف بقى الاكل بتاعنا كده، طبعا هننزل بيه كده على الصينية. طبعا دي احلى طريقة تقديم المحشي، تنزلي بيه كله كده مرة واحدة. جميل جدا جدا ما شاء الله، اللهم بارك يا رب كده، يديمها علينا نعمة واحفظها من الزوال. كل حاجة حلوة ما شاء الله يعني، كل حاجة حلوة، الأكل مستوي وجميل، ريحته جميلة تفتح النفس. قدمي بقى الأكل بتاعك كده بشياكة، ان زي ما بقولك كده العينين بتاكل قبل البق، فضروري جدا تكوني مشيكة أكلك كده يعني، وتكون ايه كل حاجة نظيفة تمام. الحافة بتاعة الطبق ما تكونش كده مدعوكة معاكي كده أكل والحاجات دي، لا تجيبي منديل كده ورقة وتمسحيها يا ست الكل، وتكون ايه الطبق كده نضيف الحواف بتاعته، ضروري جدا. وخدوا بالكم بقى تمام كده يا بنات، يلا سنة أولى مطبخ، خدوا بالكم لكل التريكات اللي أنا بقولك عليها. كمان هنجيب البتنجان وننزل برضو بيه كده، شايفين الجمال يا سيدي يا سيدي على أجمل بتنجان، شايفين الله 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 على الريحة، الله على الريحة. والله انا نفسي كلكم تيجوا وتاكلوا من الاكل الجميل ده، من المحشي الطعم ده. يلا انا عازماكم كلكم، يلا يا ام كريم تعالي بقى اتفضلي معانا، ايه رايك في اجمل محشي؟ يلا يا ست الكل تعالي اتفضلي معانا. طبعا كل متابعيني معزومين برضو، الله الله على الجمال. حطوا اللايك لأم منا، اللايك بتاعك هو اللي بيساعد ان الفيديو يوصل لاكبر عدد من المشاهدين، فبالله عليكي ما تبخليش عليا باللايك. اللايك يا جماعه مش بفلوس، يا دوب بس كده هتدوسي كده عليه بصابعك وتبقي ايه حطيتي لي اجمل لايك، وبشكرك عليه جدا جدا. كده بقى هنغرف الملوخيه ما شاء الله، السمك بتاعها يعني ممتاز، شايفين ما شاء الله عليها، الخضار بتاعها 100 شايفين اجمل ملوخيه دي ولا ايه؟ الريحه موديه لاخر الدنيا، اجمل ملوخيه خضرا النهارده هتاكلوها من ايدين ومنا. والبط بتاعي اهو بعد ما حمرته، الحقيقه هو لونه افتح من كده بس ما اعرفش ليه واخد اللون ده يعني، لكن اللون بتاعه فاتح يعني، مش الكاميرا هي مطلعه اللون بتاعه بالشكل ده، بس هو يعني كان احمر كده ومقرمش كده وجميل ولذيذ وطعم. زينت بقى كده البط بتاعي، حطيت عليه شرايح من الليمون، حطيت عليه قرون من الفلفل الاخضر. كمان لو عندك بقدونس برده حطي عليه كده، رش كده حوالين داير كده على الطبق، يعني زين الطبق كده، زين الاكل بتاعك، شيكيه يا ست الكل علشان يعني الحاجه بتاعتك تكون جميله كده. وما شاء الله شغل مطاعم ده ولا ايه؟ ايه الجمال ده كله؟ انت لو رحتوا اشتريتوا من الاكل ده من بره جاهز كده يعني هتجيبوه بمبلغ وقدره. شايفين بقى البتنجان ما شاء الله عليه مستوي ورائع جدا جدا، شايفين هنا دقته يعني والله العظيم يا جماعة رهيب 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 رهيب. الرز مستوي وجميل جدا جدا جدا، ومفلفل بقى، شايفين الفلفل قد ايه ما شاء الله. بوريك الرز بقولك، شايفة مفلفل ازاي، مش معجن خالص خالص. ليه؟ لان انا حشيت المحشي بتاعي كده وخليت زي ما قلت لكم، سبت الصابع يعني كده مهواي، وسبت عقله من الصابع قد عقلة الصابع سبتها في صباع المحشي. هنا بقى بوريكي الصدر بتاع البطايه مستوي وجميل، وبيطلع معانا اللحم بكل سهوله ما شاء الله. شايفين يا بنات كان مستوي الحقيقه كويس قوي. حطوا بقى لايك للبط والمحشي كمان يا سيدي على جماله، شايفين والله العظيم يا بنات يعني جميل جدا جدا. الحقيقه انا مش قادره اوقف اكل يعني الاكل شددني ليه قوي. والملوخيه كمان يا سيدي يا سيدي على اجمل غدا النهارده، كلكم معزومين عندي النهارده، يلا تعالوا هاتوا اللايك زي ما قلت لكم في ايديكم، والمشاهدة الكاملة شيروا الفيديو وانتظروا فيديوهات تانية كتير. يا رب أكون في بيوتكم بصلاح الحال، يا رب يكون فيديو خفيف على قلبكم، يا رب أكون في بيوتكم بالفرحة والهنا والسعادة. أترككم في حفظ الله وأمن ورعايته، انتظروني إن شاء الله انضموا منا، انتظروا كل ما هو جديد. يلا مع ألف سلامة يا غاليين، باي.